كنت زيك كده بشتريه من بره واقول هو اللي بره احلى ليه؟ ايه السر؟ النهارده جايبالك اسرار وتكات اشهر المحلات وكمان بطريقه سهله وبسيطه، وهتقومي تعملي وليمه. هاتي بقى شويه زيت حلوين كده وهننزل عليهم بالبصل المتقطع جوليان او متقطع صغير زي ما انتي تحبي. اول ما ياخد لون جولد كده بالشكل ده هنحطه في مصفى. ما تحطوهوش على مناديل مطبخ علشان يبقى كريسبي بالشكل اللي انتي سمعتيه ده. وبعد كده بركنه على جنب وبجيب بقى حلة واحط فيها بقى من الزيت اللي احنا قلينا فيها البصل كوباية من العدس بجبة اللي منقوع لمدة 12 ساعة. وبعد كده بغسله كويس جدا وبصفيه. باخد بقى من الكوباية في الزيت اللي احنا قلينا فيها البصل كوباية من الشعرية، كوباية من لسان العصفور، كوباية من المكرونة اللي هي الصغيرة، اي نوع مكرونة انت عايزاه. وابدأ كده اشوحهم مع كوباية ونص من الرز الابيض المصري المغسول كويس ومتصفي. وبعد كده انزل عليهم بمعلقتين كده من بودرة الماجي بدوبهم كويس جدا في مية سخنة. وبعد كده بنزل عليهم بشوية ملح وشوية كمون وأي بقى نوع مكرونة مش مسلوقة عادي، والحمص بتاعنا بنكون سلقينه كويس جدا. اللي بقى عندك من العيد حطي منه كوباية كده وانزلي عليهم بمقدار المية السخنة وغطي عليه وسيبيه يستوي. تعالي نعمل بقى شوية الصلصة. فاكرة الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل هننزل برضو بمعلقتين واشوح فيهم كده التوم اللي هو المفروم، وبعد كده ننزل عليهم بمعلقة كزبرة اول ما ياخد لون ذهبي. وبعدين هنزل بقى بالطماطم اللي احنا مصلصلينها في البيت عليهم كوباية من المية السخنة، ملح وفلفل اسمر وكمون. وبس كده تبقى الصلصة بتاعتنا جاهزة. دقة الكشري الخطيرة بقى عبارة عن توم وكمون وكزبرة وملح، وعندنا معلقة صغيرة من البابريكا وربع كوباية من الليمون وربع كوباية من الخل وننزل عليهم بالمية السخنة. تعالي بقى نعمل هرسة الشطة عبارة عن الزيت بتاع البصل وعليهم معلقتين من الشطة، وباخد كبشة كده من عصير الطماطم اللي هي صلصة الطماطم بتاعة الكشري. وبكده بيبقى الكشري معايا جاهز وطعمه خطير. شايفة الرز بقى؟ في حلة واحدة عملتي كشري من غير بقى ما تقلبي المواعين وتسلقي المكرونة لوحديها، لا كله في حلة واحدة. وفرنا عليكي مجهود الحلل وعملتي أحلى كشري ينافس بيها أشهر المحلات. كل اللي هيدوقه من إيدك هيقولك تسلم إيدك خطير. جربوها بطريقتي، ولو عجبك وصفاتنا ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.